تخيلوا المترجم ضربها في لندن لأنها رفضت تشويه صورة الإسلام ورفضت إلقاء محاضرات في إسرائيل. قصصها وأعمالها معروفة في الغرب أكتر من الشرق رغم إن هي مصرية وبتكتب باللغة العربية. هي دي عميدة أدب الاحتجاج أليفة رفعت. قصص أليفة وأعمالها ما كانتش مجرد قصص والسلام، لكن كان ليها ثيمة وبصمة في أعمالها. اتكلمت عن الرغبات الجنسية والعاطفية للسيدات، الرغبات دي اللي بيتم تهميشها من قبل الرجال وخصوصا في المجتمع الريفي، وكأن المرأة كائن من كاوتش ملهاش أي رغبات أو عواطف أو أحلام. لذلك المرأة أحيانا في أدب أليفة رفعت بتتخذ حبيبة ليها بدلا عن الزوج، وفي بعض الأعمال لأليفة رفعت ممنوعة من إنها تكون موجودة في مصر. لما جيت أدور على أعمال أليفة في الجود ريدز لقيت إن في مئات المراجعات باللغة الإنجليزية وبلغات تانية لأعمالها، لكن بالعربي كان شبه نادر. الكاتبة صفيناس كاظم قالت إن هي التواصل الوحيد اللي حصل مع أليفة رفعت كان مرة واحدة، وكانت عايزة مؤلفاتها لأن مؤلفاتها مش موجودة في المكتبات، ولما اتصلت عليها ردت عليها أليفة وقالت بالحرف: قطع الكتابة، أنا تبت قدام الكعبة ومش راجعة للسكة دي تاني. وقبل ما تسألها صافي ليه، استرسلت أليفة في الكلام وقالت: المترجم ضربني في لندن، كان عايزني أتكلم عن الجنس كغاية مش وسيلة. هي طبعا في القصص بتاعتها بتتكلم عن الجنس بس مش بصورة مبتذلة، هم كانوا عايزينها تكون مبتذلة، وكمان كانوا عايزين إنها تلقي محاضرة في إسرائيل، لذلك أخدوا الباسبور بتاعها والسفارة المصرية وقتها ساعدتها، ولما رجعت حلفت ملهاش علاقة بالكتابة وراحت قدام الكعبة وتابت. سمعتوا عن أليفة رفعت قبل كده أو قرأتوا أي حاجة من مؤلفاتها؟